أهلا وسهلا بكم في أولى حلقات بودكاست خليك غير. معاكم محمد محمدي. البودكاست ده المكان اللي بنغير فيه من نفسنا ونبدأ نعيش حياة أحسن وأبسط وأسعد. النهاردة هنتكلم عن سؤال يمكن كلنا سألناه أو على الأقل فكرنا فيه: نلاقي السعادة فين؟ السعادة دي كلمة بسيطة لكن مفهومها صعب، وأحيانا بتبان بعيدة عن متناول إيدينا. لكن هل هي فعلا كده، ولا ممكن نلاقيها قريب جدا في تفاصيل حياتنا اليومية؟ تابعوا. فكرة السعادة وندور عليها فين. السعادة يعني ايه؟ هل هي فرحة لحظية ولا حالة دايمة؟ في ناس بتقول السعادة في النجاح، في الفلوس، في العلاقات، في السفر، أو في الشهرة، أو في حاجات مادية تانية. لكن في ناس تانية بتقول إن السعادة هي راحة البال، أو الشعور بالرضا، أو حتى القدرة على مواجهة الحياة بكل تحدياتها بابتسامة. والحقيقة، السعادة مش مكان ولا شيء بنلاقيه مرة واحدة وبنحافظ عليه. هي مهارة، هي اختيار، هي طريقة تفكير وسلوك ممكن نطورها ونتعلمها. أسطورة السعادة في المستقبل. أغلبنا بنقع في فخ فكرة إن السعادة دي حاجة هنوصلها في المستقبل. هبقى سعيد لما أنجز هدف معين، هبقى سعيد لما ألاقي شغلانة أنا نفسي فيها، هبقى سعيد لما اتجوز او اشتري بيت. لكن الحقيقة ان لو طول الوقت بنأجل سعادتنا ليوم ما، ممكن نضيع اللحظة اللي عايشينها دلوقتي. السعادة مش بالضرورة هدف بعيد، لكنها رحلة بتبدأ من اللحظات دي، من القرار اللي بناخده دلوقتي. خطوات بسيطة نقدر نبدأ بيها دلوقتي. الخطوة الأولى: الامتنان. نبدأ كل يوم نفكر في حاجة أو اتنين ممتنين ليهم، حتى لو بسيطة، زي كوباية القهوة الصبح أو رسالة من صديق معين. الخطوة التانية: الوعي باللحظة الحالية. حاول تبقى موجود في اللحظة اللي انت فيها، بدل ما تفكر في الماضي أو المستقبل. خليك مركز في اللي انت بتعمله دلوقتي. هتلاقي ان التوتر بيقل والشعور بالسعادة بيزيد. الخطوة التالتة: العطاء. ساعد حد، شارك حاجة حتى لو بكلمة طيبة. العطاء بيخلق شعور عميق بالرضا والسعادة. الخطوة الرابعة ودي الأخيرة: المحافظة على الصحة النفسية والجسدية. النوم الكويس، والأكل الصحي، والرياضة البسيطة، والمشي في الطبيعة بيأثروا بشكل كبير على المزاج والطاقة. في النهاية، السعادة مش حاجة كبيرة لازم نتعب نفسنا عشانها، ولا كنز ندور عليه في مكان بعيد. هي لحظات صغيرة، قرارات يومية، وعادات بسيطة ممكن نعيش بيها حياة مختلفة، حياة أسعد وأغنى. وبكده تنتهي حلقة النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من بودكاست خليك غير.